صباح الخير والبركة. كبسولة بتاعتنا النهاردة عن الإيمان اللي بيصدق كلام الله اللي بحسب رأينا مش منطقي وفي وسط واقع صعب وما فيش فيه أي أمل. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت الميت: يا سيد، قد أنتن، لأن له 4 أيام. فقال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ يوحنا 11:39-40. الرب بيقول ارفعوا الحجر عن الميت اللي بقاله 4 أيام، يعني بحسب المنطق إن بدأ جسمه يتحلل ومفيش أمل إنه يقوم. فمرثا كان عندها أمل إن الرب يجي ويشفي أخوها، أو حتى يجي وأخوها ميت ليوم أو يومين أو حتى 3 أيام، لأنهم كان عندهم اعتقاد إن الروح كانت بتحوم حوالين الجسد لمدة 3 أيام. لكن لو دخل في اليوم الرابع فخلاص مفيش أمل، لأن حصل الشيء الطبيعي للجسد وهو التحلل. فإزاي الرب يقول دلوقتي ارفعوا الحجر؟ حاجة غريبة. وكمان لما اعترضت الرب يواجهها بتحدي رهيب وعجيب: لو أمنتي هتشوفي مجد ربنا. الحقيقة هي ما شافتش حاجة زي دي قبل كده ولا حتى سمعت عنها، فإزاي الرب بيطالبها إنها تؤمن باللي ما سمعتش عنه ولا شافته قبل كده؟ لكن الحقيقة هو ده الإيمان، زي ما قال عنه في عبرانيين: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هو ده الإيمان، حتى لو مش مقتنع، حتى لو ما سمعتش أو ما شفتش، لكن هل بنصدق إن الله يقدر يتمم اللي قاله؟ هو ده الإيمان اللي عاش بيه إبراهيم وسارة وكل القديسين اللي عاشوا مع الله وصدقوا فيه. بصلي إن الله يدينا كلنا الإيمان واليقين بين اللي بيقوله هو يقدر يعمله، حتى لو كان ده منافي للواقع، لكن نصدق في إلهنا اللي فوق الواقع وأعظم من كل تحدي قدامنا مهما كان. ده قرارك، أنت هتؤمن بكلام ربنا ولا لأ؟ آمين.